ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده انا معايا معلومه متاكد ان في ناس كتير قوي من الناس الجونيور اللي بتبتدي حياتها ما تعرفهاش، وكمان في كمان ناس من ستات البيوت كمان ممكن ما يكونش عارفينها. اي حد يا جماعه مهتم ان هو يعرف معلومات عن اللحمه، النهارده هنقول معلومه يمكن كتير قوي الناس ما تعرفهاش. فلو انت جديد معانا، انا احمد محمود، دي قناه وصفه سهله مع احمد. يا ريت تدعمنا باشتراك، ولو انت مش مفعل زر الجرس يا ريت تفعله. النهارده هنتكلم عن قطعيه لحمه واحده بس، اللي هي قطعيه الفيليه او البيف تندرلوين. البيف تندرلوين بتيجي من حته من الظهر، بتبقى ما بين العمود الفقري وما بين الحته بنقول عليها الستريبلوين. دي بتبقى طالعه كده زي الاسطوانه، بتبقى رفيعه من الناحيه لناحيه الراس، وبتبقى تخينه من ناحيه الديل، بنقول عليها الهيد، ودي التيل، وفي النص ده التندرلوين اللي احنا بنشتغل عليه. طبعا الديل والراس بنشتغل برضو بيهم، بس بيبقى ليها يعني شغل تاني بنخش فيه في كباب حله وكده والكباب والكلام ده كله. اللي يهمني كله اللي في النص. بلاقي ناس كتيرة قوي من الناس القديمة والناس الجونيورات بعد ما بيسرد اللحمة أو إن هو بيحطها بيديها بان سيرد أو بيديها بيلسعها على الجريل أو في الطاسة، بلاقيه يروح يسلقها. الكلام ده مش صح، لأن أنت بتفقد نسبة كبيرة جدا من طراوة اللحمة. البيف فيليه طري جدا، نسبة الدهون فيه لا تتعدى ال5%. هو معلوش حمل عضلي، فاللحمه بتاعته سوفت جدا، يعني مفيش لا حمل عضلي خالص. فمفيش فيه يعني مفيش فيه كولاجين. الكولاجين بيبقى موجود اكتر في الحمل العضلي الكبير، او اللي هي الحاجات اللي فيها عضلات، زي وش الفخده والانتركوت، الكلام ده كله، الدوش، الكتاف. بتبقى نسبة الدهون فيه أو نسبة الكولاجين بتبقى معدية ال 25 وال 35%. عشان كده دايما بنقول الحتت اللي عليها حمل عضلي كبير بتاخد سلق على نار هادية لمدة طويلة، أو بتخش درجة حرارة قليلة الفرن على مدة طويلة، بس لازم تكون جوه حاجة سايلة، عشان الجلايكوجين ده أو الكولاجين ده يتحول ويدوب، فبنقول اللحمه ملبسه. يعني ده اللي بنقول عليه فعلا لما نيجي ناكل اللحمه، نقول اللحمه ملبسه. ده الجلايكوجين لما او الكولاجين لما بيدوب بالحراره عاليه بيحصل فيه كده. لكن البيف فيليه اساسا ما فيهوش. فانت هتعمل ايه؟ هتنزل العصاره بتاعته وهتنزل الطراوه بتاعته ومش هتستفيد منه حاجه. فيا ريت لو انت بتعمل الخطا ده يا ريت تتفاداه. البيف فيليه بيتسرد ويخش على درجه حراره عاليه، بيستوي من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير قوي، بيوصل للميديوم ويل بتاعه. اتمنى ان شاء الله لو انت المحتوى عجبك يا ريت تدعمنا بلايك وشير، ويا ريت لو انت عندك اي سؤال ابعته لي وانا هرد عليك فورا. اشوفكم على خير دايما، ومع السلامه.